الأسبوع اللي فات نزلت فيديو عمل مشكلة على منصة من منصات السوشيال ميديا. ناس افتكرتني ضد الرجالة، ناس تانية قالت لي انت تفكيرك فيه شوية من رضوى الشربيني. كل ده علشان قلت للبنات على 7 علامات لو لقيتها في الراجل تهرب لأنه هيكون مش مناسب. فأنا حبيت النهاردة أراضي الرجالة وأقول لهم برضو على 6 علامات لو لقوها في الست ما يكملوش معاك. في ستات زي النسمة تدخل حياتك تهون عليك تعب السنين، وستات تانية أجارك الله تدخل حياتك زي الإعصار تدمر ثقتك بنفسك، تخليك مش نفس الشخص اللي دخل العلاقة، بتعمل في حياتك دمار شامل. أول نوع، في نوع كده من الستات عندها تحكم مرضي، عايزة هي اللي تختار لك ستايل لبسك وشكلك وطريقة تعاملك مع الناس وطريقة كلامك. هي حاسة إن هي مش هتبقى مرتاحة إلا لو كل حاجة على مزاجها. دي كمان بتتدخل في صحابك وتقولك مين المفروض تبقى معاه ومين لأ، وتيجي عند صاحب معين كده او 2 وتقولك الواد ده انا ما بحبوش، ابعد عنه انا مش مطمنه له. ولو انت قلت لها لا ده تمام وده صاحبي وده معايا من زمان، هتخيرك ما بينها وما بينه وهتقولك يا انا يا هو. ده غير ان انت هتلاقيها عايزه تعرف كل حاجه انت بتعملها على السوشيال ميديا، ومن عندك وضايف مين وبتكلم مين وما بتكلمش مين. ولو مره لقيت واحده زميلتك ولا قريبتك من بعيد عامله لك لايك على اي بوست، ممكن تعملها خناقه وتتقمص وتقعد يومين انت ما تعرفش عنها اي حاجه، وبعد كده ترجع تقولك انت مالكش امان، انت بتخني، مين الهانم اللي عامله لك لايك، وانت اساسا ما بتبقاش فاهم اي حاجه. النوع ده من الستات بيخليك في العلاقه ماشي على طراطيف صوابعك، عامل حساب لكل كلمه ولكل تصرف. ده مش طبيعي. العلاقه اللي هتخليك تتغير مش هتبقى على طبيعتك، مش هتبقى واخد راحتك، دي عمرها ما هتبقى حب، ده هيبقى كده في حاجه مش طبيعيه خالص. تاني نوع من الستات، الست الدراما كوين. كلنا بيجيلنا اوقات بنتعصب فيها، بس لما تبقى العلاقة عبارة عن سلسلة من المسلسلات التركية الدرامية اللي ما بتخلصش، يبقى في حاجة مش طبيعية. الست اللي عندها كل حاجة أزمة، بتغضب بسرعة، بتعيط بسهولة، أي خلاف صغير ما بينكو بيقلب حرب عالمية تالتة. الكلام ده مش طبيعي ان انت تعيش فيه. الحياة اللي مش مستقرة او العلاقة المتوترة عمرها ما هتشوف لا استقرار ولا عطاء ولا حياة كده تقدر ان انت تعيشها وتكمل فيها. والنوع ده من الستات ما بيبقاش عنده حساسية زايدة ولا حاجة، ده بيبقى عنده عدم نضج في المشاعر أو في العاطفة. بتبقى الست لسه مشاعرها مش كاملة، هي مش قادرة تفهمها ومش قادرة تتعامل معاها، فبالتالي عمركم ما هتعيشوا حياة سوية مع بعض. تالت نوع من الستات، الستات اللي عندها غيرة مرضية. الغيرة عامة حاجة حلوة لما تكون غيرة صحية، دليل على الحب، ان احنا الاتنين فارقين مع بعض، ان احنا الاتنين بنغير على بعض، بتبقى حاجة لطيفة ولذيذة في العلاقة. لكن في نوع تاني من الغيرة بيبقى غيرة يومية وغير منطقية بالمرة. يعني بيجيلنا حالات او بنشوف حوالينا ناس فيها الست بتغير على الواحد من مامته، من اخته، من اصحابه اللي بينزل يقعد معاهم على القهوة، ووصلت ان في ستات بتغير على الواحد من الكلبة اللي هو مربيها او القط اللي هو مربيه او حيوان قاعد بياخد باله منه. بتحس ان ده بياخد من وقتها في العلاقة، انت بتاخد مني، انت بتاخد من حياتي. دي ما بيبقاش عندها ثقة بالنفس كفاية، وعلى طول حاسة ان عايزة الراجل يحتويها ويفضل جنبها 24 ساعة في ال 24 ساعة. رابع نوع، الست اللي مش قادرة تتخلص من تفكيرها في علاقة خلاص فاتت وفشلت وخلصت من قبل ما تعرفك. أغلبنا مر بكذا علاقة قبل ما يتعرف على الإنسان المناسب اللي يقرر إن هو يكمل معاه حياته، بس مش طبيعي إن تفضل العلاقة دي مؤثرة علينا. المفروض لما احنا قابلنا شخص مرتاحين معاه ومبسوطين وحاسين إن الحياة معاه حلوة، يخلي عندنا ثقة في نفسنا وثقة في العلاقة تنهي أي حاجة فاتت. فلو لقيت ان الست قاعده بتكلمك عن العلاقه بتاعتها القديمه وقد ايه هي كسرت فيها وقد ايه الراجل ده كان خاين وقد ايه ظلمها، اعرف ان الست دي لسه عايشه هناك، دي لسه في حته تانية، هي لسه ما جاتش معانا اصلا في الواقع. فاعرف ان انت بالنسبه لها مجرد اداه بتعوض بيها الاحساس اللي هي حسته، عايزه تحاول تحس ان هي مقبوله تاني او ان هي قادره تدخل علاقه تاني، او بتجرب معاك يمكن تطلع كويس. لكن هي لو بتحبك بجد او لو هي مصدقه فيك بجد، عمرها ما هتتاثر تاني بعلاقه فاتت، بالعكس دي ممكن تتكلم عنها بقلش وهزار ولا يفرق معاها اصلا. لو انت كنت مع واحدة من النوع ده من الستات وقررت ان انت تكمل العلاقة، فهتلاقي نفسك دايما بتحاول ان انت تثبت ان انت احسن من الراجل اللي كان في حياتها، احسن من الراجل اللي خانها او غدر بيها او طلع مش قد المسؤولية.
وفي كل مرة هيحصل مشكلة ما بينكم هتقولك أنا كنت فاكراك مختلف، أنت طلعت زي باقي الرجالة أو زي الباقيين اللي كانوا في حياتي قبل كده. هتلاقي نفسك مع كل مرة بتحاول إن أنت تثبت نفسك لحد ما توصل إن أنت تخسر نفسك. خامس نوع، الست اللي مش بتحترم أهلك أو مش بتحترم بيتك وبتقارن دايما ما بين أهلك وأهلها. الست اللي بتحبك هتعرف كويس جدا ان هي تحترم اهلك حتى لو كان في خلاف ما بينهم. يعني للأسف معظم الاهالي دلوقتي، وده بنشوفه كتير، ما بتعاملش مرات ابنها او خطيبة ابنها بنفس الطريقة اللي تتمنى ان بنتها تتعامل بيها، وبالعكس ده بيعاملهم معاملة سيئة جدا، وبيبقى في مشاكل كتيرة قوي سواء من الاهل او من البنت نفسها. الفكرة بقى انت معاك انهي نوع من الستات؟ النوع اللي لما تلاقي مشكلة أو خلاف تقدر إن هي تتعامل معاه أو تتجنبه وتبعد عنه وما تعملش مشاكل أصلا، أو حتى تقطع علاقتها أصلا بعيلتك وبأهلك علشان ما تدخلش في أي مشاكل وتسيبك منك ليهم تختلصوا مع بعض؟ ولا معاك نوع من الستات اللي لما تلاقي مشكلة صغيرة تكبرها ولو كبيرة تعقدها وتفضل ماسكة في الخلاف ده وتزود فيه قوي، وبتقابل دايما مشكلات أهلك بإن هي تتريق عليهم قدامك أو تغلط فيهم أو تقول كلام جارح، وعلى طول تقارن ما بين أهلك وأهلها وبيتهم وبيتك، دايما معيشاك في توتر وفي أسلوب مش محترم بالمرة. فده أولا بيدل على مستواها الأخلاقي، مش هنقول مستوى التربية لأن كتير قوي الأهالي ما بيبقاش ليهم ذنب في الموضوع، بس بيدل على مستواها الأخلاقي، مستوى تعاملها مع المشاكل هيبقى عامل إزاي، أسلوبها في البيت بعد كده هيبقى عامل إزاي. واعرف كويس ان انتوا لو اتجوزتوا هتفضل عايش في توتر وضغط مستمر وهتحس ان انت ما بين نارين. النوع السادس اللي بتقلل ثقتك في نفسك وشايفاك دايما مش كفاية، اللي بتنتقد كل حاجة فيك وتقلل منك، شكلك ولبسك مش عاجبينها، شغلك مش كفاية، طموحك على قده، عمرها ما دعمتك في أي حاجة أنت عايز تعملها أو أي تغيير عايز تحققه. دايما شايفة سواء أنت عملت الحاجة أو عملت عكسها ففي الحالتين أنت غلط أساسا. كل دورها في حياتك إن هي بتقلل ثقتك في نفسك حتة في حتة وتقعد تكسر فيك وتكسر في طموحك، وانت ما بتبقاش فاهم هي بتعمل كده ليه. ولو حست ان انت متضايق بتبرر لك ده ان هي بتقول لك عيوبك بدل ما الغريب هو اللي ينتقدك. انا بحبك وعايزه اشوفك في احسن شكل. الكلام ده ممكن يبقى منطقي او حقيقي لو هي علقت لك مره ولا اتنين، علقت لك على حاجه او حاجتين، لكن مش ده اسلوبها دايما، ودايما شايفه ان انت مش كويس ودايما شايفه ان انت مش كفايه. طب طالما انت شايفه كده رحت ارتبطتي بيه ليه لما هو كل حاجه فيه وحشه وشايفه ان هو مش مكفيكي قدام الناس؟ في النهايه اعرف ان احنا لما بنسيب حد ومش قادرين نكمل معاه ده مش معناه ان الانسانه دي وحشه، ولا ده معناه ان انت وحش، ده معناه ان انتوا الاتنين كويسين بس انتوا الاتنين مش مناسبين لبعض، طباعكم مش شبه بعض. فعادي ان انت تسيب حد او تسيب اللي انت معاها من غير اي تأنيب ضمير طالما انت حاسس ان انت مش مرتاح. لو لقيت 3 علامات من ال6 اللي احنا قلناهم او 3 انواع من الستات متجمعين كده في شخصية واحدة ما تكملش. انا انصحك انك ما تكملش، لان النوع ده من الستات بيبقى صعب التعايش معاه. واوعى تقول ان هي قدام هتتغير او انا اقدر اغيرها، لان الطبع ما بيتغيرش، نادرا لما حد بيغير طبعه، وده لو اعترف اساسا ان هو عنده عيب ومحتاج ان هو يغير طبعه. باختصار اختار اللي تدعمك مش اللي تستهلكك. في النهاية لو لقيت ان الفيديو ده مفيد شاركه مع اي حد انت شايف ان هو داخل على علاقة ارتباط جديدة او بيشتكي لك ان هو دايما مضغوط ومتوتر في الحياة اللي هو عايشها. ولو الفيديو عجبك بجد ياريت تعمل لنا سبسكرايب علشان تدعمنا وعشان فيديوهاتنا توصل لك اول باول.